الرحيم. دلوقتي يا جماعة معانا مسطرة مساطر ال LED، شاشات ال LED زي ما احنا شايفين. طبعا لو يا جماعة المسطرة شغالة كلها وفيها LED محروق، طبعا صعب على الفن ان هو في فنيين بيبقى صعب عليهم يركبوا LED تاني. فدلوقتي هنشوف طريقة كويسة جدا ان انت تقدر تغير الليد بدون اي مشكلة. طبعا نفك ليد. شوف فك الكفر دوت بتاع الليد دوت اهو، ونشوف الليدات من اولها هتشتغل معانا ولا لا. هجيب مفك رفيع، طبعا هجيب مفك رفيع وهبتدي تدخل هنا اهو بين الليد. طبعا دي مفتوحة، هتبتدي تدخل وتقرص قرصة صغيرة اهو. طلع معانا مفيش ادنى مشكلة، هو لازق، هو ملزقينه هنا طبعا على الاطراف دي، فاللزق ايه شوية جامد اهو. الليد طبعا ده هنا تحس ان فيها زي عدسة، اول ما بيجي النور الليد هنا بتديك انعكاس جامد قوي للليد ونوره. نبتدي نفك الليد زي ما قلنا، تدخل كده وتقرص قرصة بسيطة بس يعني شوف طالع معايا ازاي بسهولة اهو. لو كمان قرصت من هنا قرصة بسيطة فك التاني نفس القصة، تدخله هنا قرصة بسيطة من هنا اهو، طلع بيدك. هنغير الليد دوت، هنقوم بتغيير الليد ده اهوت. ونعلم عليه اهو، علمنا عليه. هنغير الليد ده، هنجرب المسطرة الاول. اول شيء يا جماعه نجرب، طبعا انا دي باختصار يا جماعه هنفحص المسطره. طبعا الناس اللي معانا على الجروب، تحياتي للناس اللي معانا على الجروب كلهم، المسطره كلها شغاله اهي. بنحيي الناس اللي معانا على الجروب كلها. طبعا يا جماعه، طبعا انت لو عايز تفحص الليد بالميتر هنا زي ما احنا شايفين بينور معانا. طبعا يا جماعه لو في ليد من دول فاصل بيفصل المسطره كلها، لان الليدات ماشيه مع بعض توالي. هنشوف الطريقه بتاعت شيل الليد دوت وازاي نرجعه تاني كانك بتغير الليد دوت. طبعا يا جماعه هنستخدم في الموضوع ده، هنستخدم مسدس الهواء. طبعا المسدس دوت ليه 3 سرعات اهو، انت بتشتغل على اخر سرعه كويس. المسدس ده يا جماعه بيتباع في محلات طبعا ما بيتباعش في محلات بتاعت الالكترونيات، قطع الغيار الالكترونيه ما بيتباعش فيها، ده بيتباع مع محلات العدد بتاعت المعمار اللي هي العدد الشنيور والدريل الناس اللي بيبيعوا العدد اللي بتاعت المعمار بتلاقي عندهم دوت. ما بتلاقوش طبعا في محلات قطع غيار الكترونيات، المحلات اللي هي بتبيع عدد المعمار، الناس اللي بتبيع الجريندر والدريل والهيلتي بيبيعوا دوت، تشتري منهم. هنشوف ازاي بنشتغل عليه. طبعا يا جماعه انت بتثبت المسطره زي ما انا مثبتها كده، ادي الليد اللي انا هغيره بتثبتها بطريقه ما زي ما انا مثبتها كده اهوت، ومن تحت بتشغل مسدس الهواء ومن تحت
كويس، بتثبت الهواء تحت المسطرة بتاعت الليدات زي ما هنشوف دلوقتي. اوكي، طبعا انا معلم على الليد عشان يبان، لان طبعا الكاميرا مش مبيناه، فهنشوف دلوقتي. طبعا شغال على السرعة الأخيرة. ادي الليد اهو، الليد طلع معايا اهوت. طبعا عشان اجربه اذا كان اشوف اذا كان شغال معايا ولا لا، طلع سليم ولا لا. هو سليم، انا بس للتجربة بشيله بركبه تاني عشان الناس تتعلم. اهو شغال معايا، نور اهو. طب الكاميرا مبينة ولا لا؟ شغال معايا. على الفرض ان ده خربان وعايز تغير بواحد جديد، طبعا بتركب الجديد تاني. طبعا لازم تظبط اللحام قبل ما تركب. طبعا ليه كتبوية يا جماعة، ده الناس اللي معانا على الجروب، تحياتي للناس اللي معايا على الجروب. حتة فلاكس كده يا جماعة، عشان اللي هو البيست فلاكس، بس يظبط يساعد على اللحام معانا. طبعا الليد ليه كتبوية. خلاص كده الليد ركب. نجرب الليد يا جماعة بالمسطرة، اشوف هيشتغل معايا ولا لا. الليد نور اهو. نجرب المسطرة كلها. طبعا عامل حلقة كاملة عن الموضوع دوت، ان شاء الله اظبطها وارفعها على اليوتيوب. نجرب المسطرة كلها عشان الناس تشوف بس المسطرة كلها من هنا لهنا. هذا الليد نور معايا اللي انا غيرته، شلته وركبته تاني بكل سهولة.
مخدش مني اي حاجة. الليد منور. اهو. تحياتي الناس اللي معانا.